صعب جدا. أسرة مباركة جاية تزور من العذراء ويحدث ما حدث. مشهد صعب. أما المشهد السماوي مشهد رائع جدا. واضح إن البنت دي كانت زي الملاك. واضح إنها كانت زي الملاك. فأم من العذراء خدتها. وأنا عايزكم تتخيلوا حفلة استقبال للبنت دي في السماء. عايزكم تتخيلوا أمنا العذراء احتضنتها ازاي. ولكن المشهد الأرضي صعب للغاية. أنا مش قادر أبص عليكم أو أبيها. مصعد صعب، مشهد صعب جدا. لأن المشهد السماوي حاجة تانية خالص. عشان كده عايزين كلنا أحبائي نرفع قلوبنا للسماء. أنا امبارح زرت الأخت دي في المستشفى. ولما رأيت إن رجليها اتبتت كنتش عارفة إيه. لما وصل لنا الخبر إن يعني ريحت، زعلت وفي نفس الوقت ارتحت. وابتديت أفكر في السماء. أنا امبارح كنت بفكر في الأرض، البنت دي هتمشي ازاي، تتنطط ازاي. النهارده ابتديت أفكر في السماء بقى. وتخيلت أمنا العذراء وهي بتحتضن هذه الطفلة الطاهرة. وأرجع أنا طبعا ما أعرفهاش، بس واضح إنها كانت بنت زي السكرة وكانت ملاك. عشان كده استحقت إن هي توصل كده في حضن العذراء وهي صغيرة. سمعت قصة كان في جدة عاشت 80 سنة. حفيدتها ماتت عندها 8 سنين. واتقابلوا هما الاثنين في السنة في درجة واحدة. فالجدة تقول للحفيدة: يا بختك يا بنتي، أنا قعدت 80 سنة لغاية ما وصلت للمكان